السلام. معكم ام بي اي بالدارجه، قناه اللي ان شاء الله نديرو فيها اي حاجه على الام بي اي، اخبار ميركاتو، لعيبيه، فراقي، الايفنتس، درافت وكل شيء على الام بي اي. كلشي كيعرف بلي الام بي اي هو الدوري ديال الباسكيت امريكا، ولكن بزاف الناس ما كيعرفوش شنو كيدور في الخبايا ديال هاد الدوري، وهذا الشيء اللي غنطرقوا له في هاد لاشين. الام بي اي عامر بالاحداث، دراما، بزاف د الحوايج اللي كيخليو هاد الدوري يكون واحد من احسن الدوريات الرياضيه في العالم. فبلا ما نطول عليكم ويلا نشوفوا شنو هو الام بي اي. الام بي اي بدا عام 1946 وكان سميتو بي اي اي. اول ماتش تلعب كان ما بين نيويورك نيكس وتورونتو هاي سكيز. الفان فاكت في هذا اول ماتش اللي تلعب في الام بي اي اللي هو الدوري الامريكان ما تلعبش في امريكا، اول ماتش تلعب في تورونتو الكنديه. ومن بعدها وفي 1949 شركة الام بي اي مع واحد الدوري اللي سميتو الام بي ال وكونوا ما يسمى بالام بي اي ناشيونال باسكتبول ليج، و3 بوان مزادوها حتى 1979. في ذاك الوقت كانت غير 11 فرقه في الام بي اي، ثلاثه منهم اللي مازال دابا كيلعبوا في الام بي اي بتقريبا نفس السميه: بوستن سيلتيكس، نيويورك نيكس وجولدن ستيت وورير. والطبقه ديال دوك ال11 كاين اللي تبدلت لهم سميه توتالمون، كاين اللي ما بقاوش اصلا. وندوزو للام بي اي ديال دابا. الام بي اي ديال دابا فيه 30 فرقه، 15 في الايست 15 في الويست. كل فرقه عندها الحق في 15 لاعب يكونوا في الروستر، يعني في التوتال كاينه ما بين 450 و 500 لاعب. في بداية السيزون كيبدا الام بي اي بالريغولار سيزون اللي كيبدا في شهر 10 وكيسالي في شهر 4. كل فرقه كتلعب 82 ماتش. لوبجيكتيف ديالها تجي مع السته الاولى باش دوز نيشان البلاي اوف. اللي كيكلاسي في المركز 7 8 9 10 كيدوزو يلعبوا البلاي ان اللي كنعيطوا له بالدرجه المغربيه البراج. وهذا البلاي ان بدا حتى 2023، يعني قبل ما كانوش كيديروا. وداك 82 ماتش اللي كتلعب في الريغولار سيزون كتلعب مع فراقي ديال الجهه ديالك وفراقي ديال الجهه اخرى. يعني الا كنتي في الايست كتلعب مع فراقي ديال الايست وفراقي ديال الويست، على عكس البلاي اوف اللي كيتكون من 16 فرقه. 8 ديال الايست كيلعبوا غير مع فراقي ديال الايست، و8 ديال الويست اللي كيلعبوا مع الفراقي ديال الويست. وبالنسبه للبلاي اوف كيتكون من 4 اطوار: الدور الاول السيمي فاينلز، الفاينلز ديال الجهه والفاينلز ديال الام بي اي. الفاينلز ديال الجهه اللي كيديها كيتسمى بطل ديال الايست ولا الويست، موراها كيدوز كيلعب بالفاينلز الام بي اي، كيتلاقى مع البطل الاخر ديال الجهه الاخرى باش كيلعبوا الام بي اي فاينلز. في البلاي اوف الام بي اي كيتلعب بطريقه مختلفه على كره. في كره كيلعبوا جوج ماتشات الي روتور، مي الام بي اي كيلعبوا سيريه ديال 7 الماتشات، اللي ربح 4 الماتشات الاول كيدوز. ماشي ضروري يلعبوا 7 الماتشات، يقدروا يساليوها في 4 5 6 وصلوا حتى 7. ونرجعوا للوقيته كيكون ملعوب فيها الريغولار سيزون، وبالضبط في بدايه السيزون كيكون ملعوب واحد التورنوا سميتها ان سيزون تورنمنت ولا الام بي اي كاب. وهذا داير بحال كاس العرش بالنسبه لنا حنا في المغرب، ولا كاس الملك بالنسبه للدوري الاسباني في كره. والاوبجيكتيف ديال هاد التورنوا هو يزيدوا الحماس ديال الام بي اي في بدايه السيزون. وهاد التورنوا كتلعب بواحد الطريقه اللي مانسبيرين فيها من التورنوا الجامعات الامريكان مارش مادنس، حيت هما لاحظوا باللي المارش مادنس الطريقه باش كيتلعب كيجيب بزاف د لي فان وكيستمتعوا به بزاف د الناس. قالوا علاش ما نديروش شي حاجه تورنوا بحالها. وهاد الطريقه عباره على دور المجموعات جروب ستيج وادوار اقصائيه نوك اوت ستيج. في النوك اوت ستيج كيلعبوا ماتش واحد اللي خسر كيمشي بحال. هادشي اللي كيخلي اللعيبيه يعطي جهدو كامل في ماتش، حيت ما عندوش طريقه واحده اخرى باش يرطراب. ومن بعد الان سيزون تورنمنت وبالضبط في شهر 2 واحد الويكاند في كيديروا الام بي اي اول ستار ويكاند. النهار الاول كتلعب فيه سيليبريتيز جيم، كيجيبوا المشاهير ديال الامريكان ولا المشاهير ديال العالم، كيديروا واحد الشخده. كيكونوا هاد المشاهير يا تكون فوتبول امريكان، كره، مغنيين، ممثلين. وموراها كيديروا روكيز جيم. روكيز جيم هو الدراري اللي عندهم العام الاول الثاني في الام بي اي، كيدير لهم واحد الماتش باش حتى هما يانتغريوهم في الاول ستار جيم. والنهار الثاني كيكون فيه لي كونتيست ديال سكيلز، كونتيست ديال 3 بوينت، كونتيست ديال الدانك. بالنسبه للنهار الثالث هو النهار التالي كيكون فيه ام بي اي اول ستار جيم. ام بي اي اول ستار جيم كيجمعوا 24 لاعب ولا اكثر من الام بي اي كامله، احسن لعيبيه، كيدير لهم واحد الجيم بعضياتهم، مره ايست فيس الويست، مره وورد اجينست يو اس اي، كل مره واش كيديروا. ودابا تالا ام بي اي فاينلز ومع ام بي اي سيزون. دابا غندوزو للام بي اي درافت. الام بي اي درافت واحد الايفنت اللي كدار مور ما كيتسالى العام. الام بي اي درافت هو واحد الايفنت اللي كياخذوا فيه الفراقي ديال الام بي اي اللعابه من الكوليدجز ديال الامريكان، الجامعات ومن العالم كامل. وداك اللعابه خصهم يكونوا فيهم واحد لي كريتير اللي يخليهم يدخلوا الام بي اي درافت. دوك اللعابه من بعد ما كيانونسيو باللي باغيين يدخلوا الام بي اي درافت كيدوزوا لهم واحد التيست. من داك التيست كيعرفوا كل واحد ولي بوين فور ديالو. وفي نفس الوقت الفراقي ديال الام بي اي كيدير لهم واحد القرعه باش كيحددوا واحد الكلاسمون. الفرقه اللي جات الاولى كتدي اللاعب اللي بغات على حساب لي كريتير اللي باغيه هي. وفي هاد القرعه
ماشي الفرق كاملين اللي ام بي اي كيكون عندهم نفس الحظوظ باش ياخذوا المركز الاول. الفرق اللي ما لعبوش البلاي اوفز ولا كلاسوا بالمراكز التاليه هما اللي كيكون عندهم حظوظ كبيره باش ياخذوا المراكز الاولى. نرجعوا للتست اللعابه اللي كيترانكاو فيها اللاعبيه على حساب كونديسيون فيزيك، تكنيك، الجيم بلاي وبزاف د الحوايج اخرين. منها كيعطيو واحد الصوره الفرق ديال الام بي اي باش ياخذوا اللي بغاو. ومن بعد درافت ديريكتومون كندوزو الام بي اي سامر ليغ. هاد الام بي اي سامر ليغ هو واحد الليغ فيه كيلعبوا فراقي الام بي اي باللاعبيه الصغار ديالهم ولا باللاعبيه اللي غتدخلهم ام بي اي درافت باش كيتيستيوهم باش كيعرفوا واش غيتادابطاو مع الام بي اي ولا مازال خصهم الخدمه. وبهذا الشيء كنكونوا ختمنا الفيديو ديالنا، وكنشكركم على المتابعه ديالكم. ما تنساوش لايك سبسكرايب وشيري مع صاحبك الا بغيتي يعرف على الام بي اي اكثر.